السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ النهاردة هو الفيديو بتاعنا بسيط. النهاردة بصراحة انا نزلت واشتريت شوية حاجات كده من السوق، وحبيت برضو ان انتوا تشاركوني. دي اكلة هنعملها سوا، واكيد ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيها. بصوا، انا عجبتني بصراحة. لقيت كابوريا كده، شوية كابوريا هم كانوا موجودين عند الراجل بصراحة، وخدتهم بسعر حلو جدا. ولفت انتباهي كمان ان هي يعني كانت بصراحة كانت حلوة ومش خفيفة، يعني كانت حلوة. دي المفروض اسمها اللي هي الدكر، وكان حجمها حلو. اخر حبة قلت بقى انتهز الفرصة وان انا اخدهم، اننا نعمل بيها طريقة جديدة ونشوف كده مع بعض. وبرضو اللي عنده طريقة جديدة لطريقة الكابوريا برضو يقولها لي، يا ريت في التعليقات تقولوا لي كده. لو عندكم طريقة جديدة غير الطريقة المعتادة اللي احنا بنعمل بيها. وبرضو بصراحة زي ما انتم شايفين كده جبت شوية جمبري كانوا فريش كده، بس كان تحفة وكان حجمه حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. بص الحجم بتاعه، يعني ما شاء الله هو حجمه كبير، حجمه حلو، يعني مش كبير قوي، وسط، بس حجمه كويس اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. برضو انا عملت معاكم طريقة هتلاقوها على البيج عندنا، وبصراحة هي الطريقة دي عجبت ناس كتير. فانا بفكر ان انا هنعمل مع بعض طريقة جديدة لطريقة الجمبري ده. هي هتبقى أكلة ظريفة وهتبقى جميلة، وإن شاء الله هتنزل بإذن الله يعني بكرة أو بعده بالكتير على البيج عندنا. بس أنا قلت إن انتوا تشاركوني يعني، واللي عنده طريقة كويسة لطريقة الجمبري نعملها بطريقة كويسة جديدة برضو يقول لنا. وطريقة الكابوريا نفس القصة برضو. بصوا بصراحة كانت حلوة جدا وخدتها بسعر حلو، يعني يعتبر كده انا جبتها بصراحة ب50 جنيه. انا في الطبيعي كنت بلاقي الرينج بتاعها او السعر بتاعها بيبقى 80 او 90، بس انا بقى بصراحة يعني جيت في الاخر كده وخدتها. يعتبر هما كانوا اخر حبة، بس كانوا عجبوني برضو وكانوا حلوين وبسعر حلو وتقيله مش خفيفه، يعني حلوه. هم بيقولوا تقريبا ان هي بتتعرف من تقلها، وفي نفس الوقت تحس كده ان هي بيبقى فيها من جوه، بيبقى فيها لحم كده من جوه. بس انا هحاول كده معاكم ان احنا نجرب نفتح واحده ونشوفها. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا شايفين اللحمه فيها ازاي؟ لا بصراحه حلوه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. فانا بصراحه شفتها وعجبتني وكانت حلوه قوي. اللي عنده طريقه جديده يا جماعه يقول لنا برضو عادي، ان احنا بنتشارك مع بعض، ويقول لي في التعليقات الطريقه جديده ان احنا نعملها سوا. والجمبري برضو هو الحجم ده انا لقيته حلو ومناسب، مش صغير قوي ولا كبير قوي، بس حجم وسط وكان حلو. بس بصراحة كان سعره يعني برضو كان المفروض هو كان نازل ب180، بس انا خدت برضو كان اخر شوية عنده، يعني كانوا يعتبر دول كانوا كيلو ربع كده تقريبا، بس خدتهم على 160 جنيه. مش عارفه هل كده بقى كويس ولا انا كده اتضحك عليا ولا ايه؟ برضو قولولي عندكم يعني بيبقى سعره ايه. النهارده ان شاء الله هو الفيديو بتاعنا بسيط، بس باذن الله هنعمل لكم بقى فيديو بطريقه عمل الاكله الجامده دي، واحتمال كمان كبير ممكن ان انا اجيب جنبيها سمك عشان تبقى اكله كامله متكامله زي ما بيقولوا. بس نوع السمك ايه بقى اللي هنعمله معاها لسه دي هنشوف كده، وان شاء الله تكون مفاجاه ويكون الاكله تكون جامده وتعجبكم. واي حد فينا اي حد من اللي بيتابعنا عنده طريقه كويسه للجمبري وللكابوريا برضو يقول لنا في التعليقات، يقول لنا الطريقه. متشكره جدا ليكم متابعتكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.